بالك تحلاية بتشهي بدون فرن، بدون بيض، بدون أدوات كهرباء، وما بتاخد معك وقت، أقل من 10 دقايق وبتكون معك جاهزة. فيا ميت أهلا وسهلا فيكي، وصلتي للمكان الصح. قد ما أقولكم يا جماعة اقتصادية وبتشهي قولوا أكتر. فكالعادة أحبائي خلينا ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. فضلا ليس أمرا تضغطوا لايك لو أنتم عم تحضروا بالفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. ونقول بسم الله ونبدأ. رفعت طنجرتي على النار وضفت 4 معالق كبار من الزبدة، وما تستبدليهم بالزيت، بالزبدة كتير أطيب. ضفت عليهم 5 معالق كبار من الطحين، وببدأ أشوح بالطحين على حرارة متوسطة، ما تعلوا الحرارة كتير لحتى الطحين ما ينحرق معاكم. والما تشموا ريحة الطحين بدأت عندكم تطلع مباشرة رح نضيف 5 أكواب من الحليب البارد. سعة الكوب اللي أنا مستخدميته 250 مل. بستمر بالتحريك ليوصل عندي مرحلة الغليان. بعدها بضيف 4 معالق كبار مليانين من السكر، أو ممكن تضاعف الكمية، معلقة صغيرة مليانة من الفانيلا، وعلبة من القشطة أو الجيمر. دمجتهم كتير منيح. بعد هيك ببدأ أسكبهم بالكاسات كيف ما عم بتشوفوا معي. اتركهم يبردوا شوي 5 دقايق 10 دقايق، مش أكتر من هيك. بعد هيك رح أبدأ أوزع على الوجه قطعة من الموز إذا متوفر عندكم. مش متوفر استغنوا عنه تماما. وأكيد هالتحلاية بيلبق معاها بس الموز، ما تستبدلوها بأي فواكه تانية أبدا. اتركها ما يقارب 10 دقايق على جنب، ومباشرة رح أبدأ أحضر للسكر. رفعت المقلة على الغاز وضفت كوب واحد من السكر، ورح أبدأ أكرمله عادي جدا. حرارة الغاز هون بتكون عندي على المتوسط، ما تخلوها على أعلى درجة حرارة ولا على أوطى درجة حرارة. أول ما بيبدأ ياخد كرملة معاكي من الأطراف تبلشي تحركي فيه لياخد معاكي هيك لون فاتح حلو. ما تخلوه غامق كتير أو يدخل بمرحلة الحرق، بيطلع معاكم الحلقة أبدا مو لطيف. أول ما داب معي السكر تماما رح نضيف كوب واحد من المي السخنة أو الباردة كيف ما بتحبوا. بحرك كل هالمكونات مع بعض ليدوب عندي السكر تماما. بس انتبهوا كتير منيح وانتم عم بتضيفوا المي على السكر، من الأشياء القابلة للطرطشة فبلا ما تنحرقوا. عندي هون معلقتين صغار من النشا، رح أضيف عليهم نص كوب من المي، مش أكتر من هيك. المي عندي هون بدرجة حرارة الغرفة. بدمجهم كتير منيح على البارد، ومباشرة رح أخذ النشا وأضيفه فوق السكر مع استمرار التحريك. ما تشيلوا إيدكم منه أبدا حتى ما يكتل معكم. استمريت بالتحريك كيف ما عم بتشوفوا معي لوصل عندي مرحلة الغليان. بعد هيك مباشرة رح أبدأ أوزع بالكاسات. تمام. وما بنعمل طبق سميكة، يا دوبك طبق رفيع، تطلع طعم الحلا كتير كتير أطيب. بعد هيك رح أتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة شي ساعة، ساعة ونص حسب وقتكم. تمام. وممكن كمان لو حبيتوا تدخلوه على الثلاجة ما بياخد معكم أكتر من ساعة. وهيك بنكون حضرنا حلا الحليب التركي، أو في ناس كمان بيقولوا له حلا البشاميل، من أطيب الحلويات اللي ممكن إنكم تجربوها. وهلأ لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، وخبروني بالتعليقات رح تجربوها أو لا. ألف صحة وعافية مقدما. دمتم بخير وباي باي.